صباح الفل والياسمين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. وحشتوني كتير بجد والله. يا رب تكونوا بخير كلكم، تكونوا في احسن حال. النهارده بقى فيديو جديد ويوم جديد. كله خير وبركه كده ان شاء الله. نقول بقى نعمل كده وصفات من نص كيلو بانيه كده تنفعنا كمان في العزومات، تاخدي منها افكار وكده ان شاء الله تعجبك. ويلا نقول بقى بسم الله. واول حاجه معايا كده نص كيلو بانيه، غسلته كويس جدا وبعد كده نقعته بقى في خلطه كده بعملها دقيق وجنزبيل وسكر وليمون وكده، وبعدين صفيته. ودلوقتي هبدأ بقى كده افرمه في الكبة نص فرمة، وبعدين هنعصجه زيه زي اللحمة بالظبط. يلا بقى، لو لسه أول مرة بتشوفيني يلا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأهلا وسهلا بكل حبايبي اللي اشتركوا في القناة ونوروني، أهلا وسهلا بيكم. ولو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك. هنا بقى فرمت الفراخ ومعايا بقى 3 بصلات حلوين كده، هبدأ برضو افرمهم. جهزي بقى كل حاجة جنبك كده، وبعد كده ابدأي روحي على البوتاجاز وابدأي بقى اشتغلي. كمان معايا 2 كيلو بطاطس كده، كنت مقوراهم من بالليل ومقشراهم ونقعتهم في مية. وكمان باخد كده التقوير بتاعهم برضو كنت نقعاه في مية. وقمت الصبح كده صفيته، وبعدين هبدأ بقى حضرت كل حاجة، هروح بقى على البوتاجاز. هعمل الطاسة ديت فيها زيت هنقلي فيها البطاطس، والطاسة التانية حطيت فيها زبدة وزيت، وهبدأ انزل كده بالفراخ الاول اديها صدمة. وبعدين ننزل بقى بباقي المكونات. قلت كده بقى النهاردة اعمل اكل سريع وفي نفس الوقت سفرة كده شيك، وهتشرفك كده لو حابة تعمليها في عزومة. وكمان تضيفي بقى معاها شوية حركات وتكات كده، وهتبقى زي الفل. وشوفي بقى شكل السفرة اخر الفيديو يعني ما شاء الله بجد حلو قوي. هنعمل بقى عصير، وهنعمل كمان بلح باللبن واكل زي الفل. وكله ايه يعني، البانيه ده كان عندي في البيت، والبطاطس نزلت اشتريت كده 2 كيلو بطاطس، جبتها وسط. تقدري تجيبيها كبيرة وتقطعيها بالنص كده، 2 نصين، وتقوريها زي المركب كده برضو بتبقى حلوة قوي. تقدري كمان، يعني انا لو جبتها وعملتها زي المركب كده، بدهنها زيت زيتون وزعتر، وبعدين بدخلها الفرن تاخد لون. لو انت مش حابة يعني تقليها في الزيت، بتبقى تحفة جدا. هنا بعد ما شوحت الفراخ ونزلت عليها بالبصل، حطيت فلفل اسود وبهارات وقرفة وبابريكا، وكمان جوزة الطيب، وكمان حطيت مكعب ماجي ورشة من السكر، وظبطت الملح بتاعي. وخلاص على كده، ودي كل التوابل بتاعتي بس كده. وكمان هحط بقى هنا دلوقتي جزرايه كبيره كده مبشوره، طبعا هنديها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت هنزود الكميه بتاعتنا. هنعمل وصفتين حلوين قوي بالنص كيلو البانيه دوت، وكمان هيفيد مننا شويه كمان. هنشيلهم ممكن نبقى ندخلهم في اي حاجه تانية. هنا بقى نقلي البطاطس نديها لون كده حلو، وبعد كده نطلعها على مناديل ونبدأ بقى ايه نحشيها. انتوا حشتوني كتير بجد. وربنا يخليكم ليا، وشكرا لأي حد بيكتب لي كومنت جميل زيه، بجد ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويبارك لي فيكم يا رب كلكم. هنا كمان كان عندي فلفل الوان متفرز، حطيت برضو شوية كده. وخلاص هنقلها بقى، اظبط ملحها وانقلها على العين التانية يا دوبك 3 دقايق، وهطفي، مش عايزة الخضار يدبل. وهنا حطيت رشة سكر صغيرة جدا، بتفرق جدا في الطعم وبتخلي طعم العصاج ده حلو قوي. لو لحمة برضو حطي برضو رشة كده من السكر. اول ما البطاطس بتاعتي كده خدت لون، هبدأ بقى كده ايه اطلعها. اقعدي بقى فكري كده ودبري وشوفي نفسك عندك ايه في التلاجة، تقدري كده تدخليه في وصفة او في اكلة. وتطلعي منه كذا اكلة بجد. هتفرق معاكي جدا. يعني نص كيلو بانيه زودناه بالخضار، وبعد كده هيرمي معانا كمية، هنعمل منه 2 كيلو بطاطس بسم الله ما شاء الله، وكمان صينية جلاش، وهيفيد كمان مننا. هنا بقى هعمل بشاميل على السريع. حطيت كوباية لبن معاها كوباية مية، حطيت رشة من جوز الطيب، فلفل اسود، وحطيت مكعب ماجي، وحطيت كده حوالي نص معلقة زبدة. مكترتش طبعا بقى دهون، اللي على البارد ده حلاوته ان هو ما بياخدش دهون كتير. وبعدين ولعتي بقى كده عليه النار بعد ما قلبته،
وبعدين هتفضل بقى ايدي فيه كده على طول لحد ما يفك. بجد بيبقى طعمه حلو قوي الخليط ده، وانا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف. فالكوبايتين عليهم معلقتين دقيق مش مليانين، زي ما انت شايفه كده خفيف. اول ما يغلي بقى ويبقبق كده معانا، ايه حلو يبقبق دي ايه شايلاه من على النار. بس كده. والبطاطس خلاص بتاعتي دول كانوا اخر شويه. وبعدين هقلي كمان ال قولي معايا التقوير بتاع البطاطس. بحب او اقليه او اسلقه وازود بيه الكميه بتاعه اللحمه. لو هعمل بلحمه كنت عاملاها قبل كده في الفيديو في القناه. او اقليها واحطها كده في قعر الصينيه، واحط عليها شويه كده من العصاج، وبيتغمز وبيبقى طعمه تحفه، احلى كمان من البطاطس بجد والله. هبدا بقى احشي البطاطس. خلي بالك وانتي بتقوري البطاطس ما تقورهاش قوي، سيبي فيها لحم كده علشان تبقى ماسكه نفسها كمان وما يعني بتبقى طريه منك قوي في الاكل يعني، لازم يبقى فيها لحم كده. هبدا بقى احشي. يا جماعه انا بحب اتعامل بايدي محدش يقول لي حاجه. انا بصوا لو ما عملتش كده بايدي بحس ان انا ما عملتش حاجه. وطبعا احنا طول النهار ايدينا في الميه وفي الغسيل وفي المواعين وشغلانه يعني. حطيت هنا، كنت نسيت احط شويه من العصاج، رحت حطيت شويه كده تحت في القعر وخلاص على كده. وطبعا انا بحشي البطاطس، طبعا انا بملاها والله. هنا بقى ده اللي اتبقى حطيت كده عليه شويه زيتون من اللي انا كنت مخللاه، طلعته شطفته كده وقطعت منه كده على بقيه العصاج وحطيته. وهنا حشيت بقى البطاطس بتاعتي صينيه، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. يعني انا الاكل ده باذن الله باذن الله هيكفيني يومين، اللهم بارك، يعني التوفير التوفير. هبدأ بقى ارش كده البشاميل على وشها. انا هحط كل البشاميل لاني هتعتبر هتكمل سواها في الفرن. وطبعا احنا مش حاطين لها صوص احمر. اللي بالفراخ انا بحط لها بشاميل وجبنه، مش بحط لها صوص احمر. اللي باللحمه بس اللي بحط لها صوص احمر، وانا كنت عاملاها معاكم برضو، فتحفه بجد. تقدري بقى تعملي كده الصينيه ديت لما يكون عندك عزومه وتحطيها كده على السفره بتاعتك، حلوه جدا. هنا بقى اشتريت ب 15 جنيه بحالهم جبنه موتزاريلا. قلت بقى يلا يا بنتي اميره بقى كده بزري وبدعي كده، وان شاء الله ما حد حوشه. حطيتهم كده على وش البطاطس. تمام كده تمام. بس وهدخلها بقى الفرن، واديها رشه كده زعتر من الوش على الوش يعني على فكره، وعلى الساق حطيت شويه زعتر، نسيت اقول لكم. دلوقتي بقى معايا لفه جلاش ومعايا سمنه مسيحاها كده حوالي ربع كوبايه. وهبدأ بقى اعمل الجلاش، بس الصراحة انا هعمله مطبق، مش هعمله مرة واحدة في الصينية. قلت تغيير كده وبشكل جديد ينفع معاكي برضو على سفرتك. حلو اوي. هاخد ورقتين ورقتين ادهنهم كده سمنة، يعني هي اخر ورقة بس اللي من فوق بدهنها سمنة. وهبدأ انزل كده بالخليط بتاعي دوت حوالي معلقتين كده، واطبق وادهن، واطبق من الناحية التانية وادهن، واقفل بقى من الجنبين. ومعايا صاج ده ورايا دهنية سمنة. هبدأ ارص بقى فيه كده الجلاش بتاعي. تمام كده تمام وزي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلوا عليه. وعايزاكم بقى اليومين دول كده، يلا بقى الايام جريت. اللي لسه ما ختمش كده ختمه حتى يلا يبقى يشد حلو كده ويختم ختمه من القرآن، ربنا يتقبل منا جميعا. لازم يبقى في يومك كده ان شاء الله تقري جزء، تقري نص جزء. يعني المهم تخلي في يومك كده ان انت تمسكي المصحف وتقري فيه. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. انا هنا بقى قلت لقيت الورقتين خفاف، فقلت اخليهم 3 ورقات. اخلي الورقه التالتة كده في النص، بحيث ان هي تخليها ايه محمله يعني، والحشوه مش باينه. هوريها لكم دلوقتي انا اقصد ايه. حطيت بقى كده بسم الله ما شاء الله. انا مش حاطه بقى كميات قليله على فكره، وهيفيد مني حبه كمان. زي ما وريتك بصي هنا الحشوه مش باينه، الاولانيين الحشوه كانت باينه، ودولت اللي اتبقوا مني تقدري تحشيهم بقى في سمبوسه، تحطيهم على وشي بتزايه، هتبقى مع حبه جبنه هتبقى حلوه. هنا بصي الاولانيين كانوا خفاف، واللي خليتهم 3 طبقات تقيل. هقطعهم بقى سمبوكسات كده. وانا بقى شغلت الفرنه ودخلت البطاطس بتاعتي، وبعدين تخرج ادخل الجلاش. تقدري بقى تعملي تعملي الحاجات ديت في عزومه. لو عندك شوربه تقدري تعملي جنبيهم شويه ملوخيه وشويه لسان عصفور. المهم هنا دلوقتي معايا كده نص كوبايه من
اقل من نص كوبايه لبن. حطيت عليها كده معلقه من السمنه اللي احنا مسيحينها، ملح وفلفل، وهبدا اشرب بيها الجلاش بتاعي. المهم تقدري بقى تجيبي فراخ وتشويها مثلا جنب الاكل دوت، وتعملي عصاير بقى وتعملي البلح بتاعك، وبألف هنا وشفا بجد. هتبقى سفرة حلوة جدا. طبعا الشوربة لا غنى عنها. كل ما يبقى عندك بتسلقي فراخ او لحمة، شيلي مثلا كيس ولا اتنين كده في الفريزر، بجد هينفعوكي. عايزة تعملي شوية ملوخية جنب اكل متبقي، هتطلعي وتعملي شوية لسان عصفور، هتطلعي وتعملي. عايزة تسقي محشي، عايزة تسقي رز. انا بحب الرز جدا بالشوربة، لما بيكون عندي شوربة بحب اسقي بيها الرز، بتبقى حلوة قوي. وبعدين خلاص سقيتها كده، وبعد كده هدهن بقى ايه السمنة التانية على الوش وخلاص. هوديها رشة كده من حبة البركة او السمسم براحتك اللي انت عايزاه. بجد هيطلع شكله حلو جدا وشكل مختلف وتغيير بقى، يعني تغيير. ادوس بقى عليه تاني كده بالسكينة وخلاص. على كده هسيبه بقى يتشرب كده. انا محطتش بيض المرة دي، مش حابة احط بيض الصراحة، فقلت خليني لبن بس، وطلع حلو قوي باللبن. هنا بقى طلعت كيس فراولة كده، قلت كمان اعمل لهم عصير فراولة. انا بغسلها وبنضف بس بشيل العنقود بتاعها الاخضر ده، واحطها في الكيس واشيلها في الفريزر. ما بعملش اكتر من كده في الفراولة، ولا بحط لها سكر ولا اي حاجة. اما باجي اضربها احط لها شوية السكر وشوية المية وبضربها، اسيبها بس تفك حاجة بسيطة، وبعد كده اضربها. حابة تحطي لبن حطي، انا هحط لبن في الاخر كده، هوريكي منظر الكاسات تحفة. ما رضيتش احطها في الخلاط علشان عندي فريق كده ما بيحبش اللبن. هنا بقى الجلاش بتاعي القمر لما طلع، شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد حلو جدا. انا غطيته، غطيه ما تطلعوش على طول كده بالمعلقة بتاعتك علشان هو يبقى لازق شوية. وهنا البطاطس بتاعتي برضو القمر، شايفين؟ حلوة جدا، خفيفة جدا جدا عن ام لحمة وام صلصة. لا دي بجد خفيفة وحلوة قوي. وهنا بقى عملت كمان شوية رز ابيض، بس المقطع طبعا وانا بعمله مش عارفة راح فين. طبعا جبت شوية سمنة وغسلت الرز وشوحته فيها، وبعد كده سقيته مية وحطيت له الملح وخلاص. على كده هبدأ بقى كده بقى اغرف الاكل بتاعي. شايفين؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شايفين منظر الاكل؟ قدمي بقى اكل كده بشكل حلو وبطريقة حلوة كده، العين بتاكل قبل البق بجد. شايفين منظر الجلاش؟ ودوت عملت هنا التمر بتاعي. وهنا بقى زي ما قلت لك حطيت شوية لبن وضفت عليهم الفراولة وادي البطاطس. جربي بجد، الوصفات دي هتعجبك، وهتزودي عليهم حاجات بسيطة او تبقى عزومة زي الفل. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبك. لا يلا بقى ما تنسيش اللايك، عشان انتوا بتستخسروا فيا اللايك خالص، مع انه مش هياخد منك اي حاجة. حطي لايك كتير واعملي شير للفيديو عشان كله يستفاد. مع السلامة.